ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الحاجه الجميله دي، قالب زبده كيلو. زبده صفراء بنشتريها الكيلو ب200 جنيه من بره. دي مكوناتها بسيطه خالص، مش مكلفه. يعني 30 جنيه هنعمل الجمال ده كله. كوبايه زيت، كوبايه زبده، وكوبايه لبن. معانا اول حاجه كوبايه اللبن، هنحطها في بوله كده، وهنجيب المضرب الكهربائي او الخلاط. يعني اللي ما عندوش مضرب كهربائي هيجيب الخلاط. هنحط اللبن في الخلاط او بالمضرب، هنضربه كده شوية لحد ما يعمل لنا رغوة كده. مش كتير، يعني هنضربه مثلا دقيقتين 3، وبعدين نحط عليه السمنة. اثناء ما احنا بنضرب بقى اللبن، سواء بالمضرب او في الخلاط، هنضيف كوباية زبدة بلدي او زبدة نيوزيلندي. انا كان عندي زبدة بقري حلوة فلاحي، حطيتها. وده يتوقف على نوع الزبدة، لان الزبدة دي هتفضل خميرة عندنا في الفريزر. كل ما نحتاج زبدة بدل ما نشتريها بالغالي من بره، هنعمل نطلع قالبين كده ونعمل بيهم قالب الزبدة. هنقف شوية بقى ونحط معلقتين خل. ادي معلقة، وادي التانية. ومعانا كمان هنعصر نص ليمونة، وديت خطوة اساسية عشان تدينا النتيجة المضمونة. نعصر نص ليمونة كويس كده، ونكمل ضرب تاني لحد ما القوام يتقل معانا. كل ما بنضرب فيها كده كل ما القوام بيتقل معانا. يعني ممكن نضرب شوية ونستنى مثلا نص دقيقة، وبعدين نكمل تاني عشان الخلاط او المضرب ما يسخنش معانا ويبوظ. هي مش بتاخد كتير، يعني هي بتاخد ضرب في حدود 10 دقايق كده وتبقى خلاص تمام كده. ودلوقتي معانا كوباية زيت، برضو هنضيف كوباية زيت نظيفة. لازم يكون زيت حلو عشان يبقى طعم الزبدة حلو. كوباية زيت ذرة او عباد الشمس او اي حاجة، زيت نظيف عندنا. خدنا كوباية بالظبط كده، وهنضيفها بالتدريج. هنحط شوية ونضرب، او في الخلاط هيبقى الخلاط شغال واحنا ننزلين بالزيت شوية شوية. هنا انا كملت كله بالمضرب الكهربائي، مدياني نتيجة حلوة جدا. بحط شوية شوية لحد ما كوباية الزيت تخلص، وبفضل اضرب فيها شوية كتير لحد ما قوامها يتقل معايا. يعني ممكن افصل الخلاط شوية واكمل، ونحط عليها سنة ملح صغنونة خالص، عشان لو هنستخدمها في الحلويات ما تبقاش مالحة. وبعد ما وصلنا للنتيجة الحلوة ديت والقوام التقيل، معايا قالب هصب فيه الزبدة، وهحطه في التلاجة او في الفريزر. يعني بياخد مثلا يوم في التلاجة او ساعتين في الفريزر، وبعد كده بيديني نتيجة حلوة جدا، والزبدة ناعمة وفي منتهى الجمال وحلوة قوي ومش مكلفة. يعني زي ما قلنا مش مكلفة. بره غليت دلوقتي بقت ب200 جنيه. ولو عايزين اللون الاصفر اللي هو النيوزيلندي، ممكن نحط لون من عند العطار. وهنا بعد ما حطيناه في التلاجة، بس انا كنت حطيته بقى في الفريزر ساعتين. وهقول لكم على ملحوظة، لما تيجي تطلعوا الزبدة من الفريزر، ما تقطعوهاش على طول. سيبوها شوية عشان ما تكسرش معاكم. لما بتكون متجمدة قوي بتفرفت في التقطيع. فانا طلعتها من الفريزر على طول وقطعتها، فكانت مفرفتة معايا شوية. هي قوامها ناعم وحلو. شايفين القالب الزبدة طلع كيلو زبدة صافي من 3 مكونات، وموجودين عندنا في البيت. ولو عايزين تحطوا له لون زي ما قلت لكم كده، تجيبوا لون من عند العطار اصفر،
وتحطوه هيديكوا لون الزبدة النيوزيلندي الأصلية الصفرة خالص يعني. حابين اللون ده؟ أنا عشان حطيت زبدة بقري بلدي من البيت كانت عندي، فاداني اللون الفاتح ده، ولونه حلو وجميل اهو. وزي ما بقول لكم كده، شايفين التقطيعة بتاعته ازاي، والقالب تحفة. وكمان في الاكل الريحة بقى والطعم ما اقولكوش على بعد كده يعني. مش هتشتروا الزبدة دي تاني من بره نهائي، لا نيوزيلندي ولا تصنيع ولا اي حاجة. دي سهلة ورخيصة. يعني مش هتكلفكوا حاجة، ومش هتتعبكوا ولا هتاخد مجهود في عملها. يا رب الفيديو يعجبكم، وتعملوا لنا اشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل